السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي، قناة سهل مع سامي. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم بخير على خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله كيف ما شفتوا في الفيديو غادي نقدموا كوكيز بالشوفان اللي كيجي لذيذ بزاف وصحي 100%. صدقوني غادي يعجبكم، يعني من اول مرة غادي ديروه. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير ديال الكوكيز. بالنسبة لهذا الكوكيز هنا عندي الشوفان. هنا الشوفان اللي ما طحنتوش، يعني اللي رقاق. عندي هنا تقريبا 2 كيسان الشوفان مطحون، 2 كيسان الشوفان مطحون، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك، عندي 2 خمارات ديال الحلوى، واحد فاني. هنا عندي الكركاع، اللوز والزبيب اللي طحنتهم، يعني اختاروا تقريبا هكا كاس اللوز، كاس الكركاع وكاس الزبيب. هنا غادي نضيف الشوفان، يعني اللي ما مطحونش، الشوفان رقيق بطبيعه الحال. غادي نضيف كذلك 2 كيسان ديال الشوفان اللي طحنت مزيان حتى ولا بودر. غادي نضيف كاس ديال الكوك. هنا الكوك تيبقى اختياري، فقط اللي بغاه، يعني اللي ما بغاش ماشي ضروري. هنا من بعد كنزيد ساشي ديال فاني. هنا عفوا ضفت 2 ساشيات ديال فاني ماشي واحد. كنضيف نسمه البرتقال هنا فقط، يعني اللي بغاها، اللي ما بغاش يقدر يكتفي يعني فقط بالنكهه ديال الفاني. انا هنا كتعجبني نكهه البرتقال في الحلوى. هنا غادي نضيف العسل، تقريبا 2 معالق حتى ل3، يعني كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هنا حليته بالعسل. من بعد كنضيف دوك 2 خمارات ديال الحلوى، يعني الخماره هي اللي كتخلي كوكيز يعني يتحل شويه. غنضيف الخماره الثانيه. اذا هنا غادي نبدا نخلط فقط يعني بالاصابع ديالي بهذا الشكل كيف ما تشوفوا. بالنسبه لجمع الكوكيز عندكم 2 الخيارات، تقدروا تجمعوه بالبيض، 2 بيضات، ثم تقدروا تجمعوه كذلك بالماء. انا هنا غادي نجمعه بالماء ماشي بالبيض. هنا غادي نستمر في الخلط يعني حتى يتجانسوا المقادير مزيان بيناتهم، حتى يتجانس ليا داك الشوفان مع الزيت مع داك الكركاع، اللوز والزبيب. بهذه الطريقه غنبقى نخلط. بالنسبه باش تحليوه، يعني اللي ما بغاش يدير العسل يقدر يضيف السكر، يعني كيبقى السكر حسب الذوق. انا من الاحسن ملي درنا كلشي صحي، من الاحسن اننا نديرو العسل. هنا غادي نضيف كاس ديال الماء وغنحاول نجمع الخليط. تقريبا هز ليا 2 كيسان ديال الماء تقريبا، على حساب الشوفان، حيت فاش كيتطحن تيولي بحال الدقيق. اللي ما بغاش يستعمل الشوفان مطحون يقدر يدير يعني دقيق الكومبلي باش كيجي صحي وكيكون مزيان. اذا غنستمر في الخلط حتى نسالي ونرجع معكم. انا قلت لكم كيف ما شفتوا هنا هز ليا تقريبا 2 كيسان ديال الماء حتى يتجمع لي الخليط. هنا من بعد ما تجمع لي الخليط كيف ما تشوفوا، كيف ما قلت انا غنستعمل 2 كيسان ديال الماء. هنا ضفت لي بيبي شوكولا وغنحاول نجمع عاوتاني الخليط باش يتجانسوا ليا دوك لي بيبيت ولا داك الحبيبات ديال الشكلاط مع داك الكوكيز. غنخلطهم مزيان وغندوزو نديروه كويرات ونوضعوه في الفرن. هنا من بعد ما ساليت هانتوما كتشوفوا كيفاش جا. هنا غادي ناخذ يعني لاطه نفرش عليها ورق الطبخ، وغادي ناخذ داك الكوكيز وندير منه كويرات ونحاول نضغط عليه شويه ونستمر في هذه العمليه حتى نكمل الكميه ديال الكوكيز اللي عندي. هنا من بعد ما كملت الحبيبات الكوكيز بهذه الطريقه، غادي ناخذ لي بيبي شوكولا اولا حبيبات الشوكولاط ونحاول نزينهم من الفوق. يعني بالنسبه للتزيين ديالو كيبقى اختياري، ما عندكمش الشوكولاط بغيتو ديروا الزرارع، بغيتو ديروا يعني الشوفان من الفوق، تقدروا تستعملوا اي حاجه للتزيين ديالو من الفوق. غاي انا بالشوكولاط كيعجبني اكثر. اذا غادي نزينو كامل بالشوكولاط وغندخلو الفران. نشعل على الفران شويه يسخن تقريبا لمده 10 دقائق ونخشيه وندير معاه البال ماكسيموم ثلث ساعه كيكون الكوكيز ديالكم طايب. غادي نشعل عليه من التحت
حتى نحس بيه بحال طاب، ونشعل عليه الفوق فقط لمدة 5 دقايق ونخرّجوه بالصحة والراحة. إذا فوالا الكوكيز ديالنا من بعد ما طيبته، شوفوا كيفاش كيجي. ها نتوما هنا طايب، شاد فراسو مزيان، إذا كيجي زوين زوين بزاف. كوكيز صحي وزوين، وهكا الوليدات يعني غياكلوا لكم الشوفان، غتدخلوا ليهم بزاف د الحوايج. نتمنى تعجبكم لا فيديو ديال اليوم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. واللي عجبته ليها الفيديو ما ينساش يدير لايك ويضغط على الاشتراك باش يتوصل باي جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم، وشكرا للناس اللي بزاف كيخليو لي كومونتير، الناس اللي كيديروا لي لايك. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد.